يلا بينا نحضر ماتش الاهلي والهلال في دوري ابطال افريقيا. برضه الهلال السوداني بالنسبه للاهلي المصري هو عقده تاريخيه. اقسم بالله فيصل ما هترحمنا كولر لو خسرنا. ناخد راي جمهور الهلال قبل المباراه، وطبعا انا لما بتكلم كده انا بهزر مش بتريق على اي حاجه، زي الخلايجه لما بيجوا مصر بيتكلموا مصري والدنيا بتبقى لطيفه يعني، فما تصغروش دماغكم، الناس دي كلها على دماغنا من فوق. 1-0. مين اللي هيجيب الجول؟ رامي ربيعه هيسجل الجول في نفسه. يا عيني. طب هو مين هو نادي القرن الافريقي؟ الاهلي. طب ومين هو مدلل الكاف؟ مدلل الكاف؟ كورس الاهلي. ليه يا عم؟ هو الاهلي عملوا له ايه عشان يبقى مدلل الكاف؟ مدلل الكاف ومدلل في مصر. يا عم ده انت هتودينا في داهيه. حتى الثلاث نهائيات لغوه. الهلال حينتصر ان شاء الله 2-1. وفي ماتش بريطانيا ان شاء الله برضه الهلال حينتصر. طب ومين هو نادي القرن الافريقي؟ الاهلي المصري. طب يعني انت معترف ان الاهلي النادي المصري نادي القرن اهو؟ ما انا محترف ان الاهلي المصري نادي كبير، لكن برضه الهلال السوداني بالنسبه للاهلي المصري هو عقده تاريخيه بالنسبه لك. الاستاد الوحيد اللي ما انتصرت فيه استاد الهلال. يعني الهلال عقده للاهلي؟ ان شاء الله نحن حننتصر حرام عليكم. عليك يا راجل. ان شاء الله نحن حننتصر عليكم وحنتاهل من استاد القاهره. والله توقعاتي الماتش 1-0 او 2-1 للهلال، والاياب 2-0 ليه. طب ليه انتوا كلكم شايفين الاهلي مدلل الكاف؟ لان الاهلي هو مدلل الكاف، دي حاجه معروفه يا راجل. ازاي ده الراجل واخد بطولات؟ بطولات. الاهلي معروف مدلل الكاف. مين اللي بيقال المعلومه الغريبه دي؟ تحكيم، شفنا الاهلي بيلعب فيه، الكاف دايما بيحكم للاهلي بحياه. انتوا ظالمين والله. وصلنا ملعب وما شاء الله جمهور الاهلي مقفل مدرجات الثالثه شمال تحت وفوق، ونفس الكلام مدرجات الثالثه يمين تحت وفوق. لو بصيت شمالك كده برضه هتلاقي جمهور الهلال عددهم كبير ومحترم، وكمان عاملين تيفو كده لمصر وبتاع لذيذ. ان شاء الله نكسب 3-0 وسام ابو علي وامام عاشور وبن شرقي. ان شاء الله هنكسب 2-0 بن شرقي وامام عاشور. 3-0 ان شاء الله بن شرقي وامام عاشور. برضه من الواضح كده ان جمهور الاهلي عامل دخله وبالجلاد، فنسال الله التسهيل. يعني لأول مرة أحس من فترة طويلة إن دخلة جمهور الأهلي بالجلاد لطيفة. يا إمام ولا مين؟ يا ابن اللعيبة. ولا حكم عايز يتدب طلقتين في دماغه. خلص الشوط الاول 1-0 للاهلي، والاهلي لازم ينزل الشوط الثاني ضاغط عشان يجيب الثاني، لان 1-0 دي ما تاكلش عيش خالص سواء هنا او بره. وخد بالك احنا النهارده في المحطه الاولى من حلم الاهلي للنجمه 13 والبطوله الثالثه على التوالي اللي ما اتعملتش قبل كده. كل مره الاهلي ياخد بطولتين ويخستع في الثالثه، ياخد بطولتين والثالثه ما تجيش. فهل الاهلي ممكن يعملها لاول مره 3 بطولات متتاليه؟ ما شاء الله. انا كل ما افتح اشوف نتيجه ماتش بيراميدز الاقيه جاب جون الاول والثاني والثالث. بيراميدز فاتح على الرابع زي ما قلت لكم تقريبا قبل كده. بيراميدز ممكن يقابل الاهلي في النهائي. لما تشوف كم الجمهور السوداني اللي موجود في الشوارع وفي المترو وفي كل حته تحس ان انت بتلعب في المدرمان مثلا او في الخرطوم. حتى شكلهم بصراحه جامد في الملعب. يعني انا برشح لهم ان هم يلعبوا ماتش العوده هنا، اعتقد هيبقى عندهم جمهور اكتر من ماتش موريتانيا اللي هم مسفريننا ليها. احنا في الدقيقة 64 تقريبا الهلال هو اللي بيعمل تغييرات، مع ان الاهلي لازم يعمل تغييرات. يعني الثنائية بتاعت جراديشار ووسام دي مش راكبة خالص، لازم حد فيهم يطلع وينزل على الاقل قفشه. دقيقة 72 في الماتش، وباين قوي ان لعيبة الهلال كل شوية تقع وتضيع وقت، بس غالبا مفيش ولا لعيب من الاهلي بيروح يعترض على الحكم او يزقه مثلا يقول له طلع ده بره اعمل اي حاجة. مبسوطين بال1-0 يعني ولا ايه؟ ما شاء الله. اول تغيير للاهلي في الدقيقه 76. مصر كلها بقى لها 20 دقيقه بيقولوا لازم نغير. التغيير الثاني للاهلي امتى بقى؟ الدقيقه 85. حسين الشحات قعدوا للدقيقه 85 وانت عايز تكسب.
لا تعليق. خلص الماتش الاهلي كسب 1-0 بس، وانا بقول لك الاهلي وحش وحش وحش، ولو انت شايف غير كده يبقى انت بتحور على نفسك. زي ما انتم شايفين جمهور الهلال بيحتفل بعد الماتش، هم خسروا بس 1-0 بالنسبه لهم ده مكسب. يلا بينا على مؤتمر كولر نشوف هو هيقول ايه على الكارثه اللي عملها النهارده دي. الاهلي النهارده عمل تغييرين في الماتش، منهم واحد في الدقيقه 85 وما كملش تغييراته. فهل هو كان راضي عن اداء اللعيبه، خصوصا الاهلي كان عايز يجيب اهداف اكتر، ولا ما كانش عنده البديل الكفء اللي يقدر يغير له الماتش؟ كان ماتش قوي جدا. لما بتيجي على الدكه بيبقى مش سهل ان انت تدخل في مباريات الماتش بسهوله او في وقت قصير. اقسم بالله فيصل ما هترحمنا كولر لو خسرنا ماتش العوده، انا بهزرك وبس كده. الحمد لله.